لو كل شهر بتصرف مرتبك بسرعة وكل مرة بتقول هعوض الشهر اللي جاي وبرضه تلاقي نفسك بتستلف في آخر الأسبوع، يبقى لازم تغير طريقة تفكيرك. أصل الموضوع مش محتاج مرتب كبير على قد ما هو محتاج نظام بسيط. أول حاجة جرب قاعدة 50-30-20، يعني نص مرتبك للأساسيات و30% رفاهية وال20 الباقيين شيلهم للزمن. وخليك واعي وما تستهونش بالفكة، أي جنيه بيرجع لك من السوبر ماركت حطه في حصالة أو حوله على حساب توفير، هتتفاجئ بعد كام شهر إنه بقى مبلغ محترم من غير ما تحس. وكمان ممكن تجرب تحدي بسيط، إنك تشيل جنيه كل يوم أو تعمل تحدي 52 أسبوع، تبدأ بجنيه وتزود كل أسبوع جنيه. في آخر السنة هيبقى معاك مبلغ حلو من غير ضغط. ولو معاك قرشين شيلهم في حساب بفايدة عالية أو قسمهم على سنين بأسلوب التدرج علشان تضمن سيولة دايمة وفايدة أحسن تواجه بيها الغلاء. والأهم من ده كله، جرب تعمل لنفسك أسبوع بدون مصاريف ملهاش لازمة، هتكتشف إنك بتصرف فلوس كتير في حاجات مش أساسية. الموضوع مش حرمان، الموضوع تنظيم. كل جنيه هتوفره النهاردة هو اللي هيشيلك بكرة. قول لنا في التعليقات أكتر حاجة بتضيع فلوسك إيه كل شهر.